السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمرنا عايشين اليوم فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار. يظهر في المقطع شخص وهو يقوم بسكب مادة كيميائية في مياه مخصصة لشرب الحيوانات، يعني ماء نتاع لاصيد، في تصرف أثار صدمة كبيرة، خاصة مع تداول معلومات تفيد بأن الإبل كانت قد أتلفت محصوله الزراعي. وبحسب ما يتم تداوله فإن هذا الشخص لجأ إلى هذه الطريقة حسب ظنه هو من أجل الانتقام من الإبل لأكلة المحصول تاعو، وهو ما أدى حسب المعطيات المتداولة إلى نفوق عددا من الحيوانات. لكن القضية لم تتوقف هنا أو لهذا الحدود طبعا، أو نقول على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل أصدرت مديرية مصالح الفلاحية لولاية النيعة بيانا أكدت فيه أنه وبعد التحريات التي قامت بها مصالح المختصة تم التعرف على صاحب الفيديو، كما تم إيداع شكوى رسمية لدى الجهات المختصة من أجل متابعة الأفعال التي قد تلحق ضررا بالثروة الحيوانية. السؤال يطرح نفسه اليوم: هل يمكن أن يصل غضب بسبب إتلاف محصول فلاحي لهذا الحد، التعريض حيوانات للخطر؟ صح، الفلاح عنده الحق في حماية المحصول تاعو، متابعة أي شخص أو أي حيوان يتسبب في خسارة له، لكن باش توصل الانتقام بتسمم المياه أو تعريض الحيوانات للخطر، هذا ماهوش حل، وقد تكون له عواقب خطيرة على الحيوانات والبيئة وحتى على الإنسان إذا تلوثت مصادر المياه. الأهم أن هذه القضية أصبحت الآن بين أيدي الجهات المختصة، والعدالة وحدها اللي راح تحدد المسؤوليات وتطبق القانون. أكيد إحنا عنا ثقة في القانون تاعنا وفي العدالة تاعنا. طبعا حرام نقول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت ممكن هناك حلول كثيرة. حل بسيط أنه تعمل سياج على الأرض نتاعك باش واحد ما يتعرض لك، باش توصل تقتل الحيوانات بهذيك الطريقة وبهذيك الأسلوب يستحق العقاب. السؤال اللي يطرح نفسه: أنتم حسب رأيكم في هذا التصرف، هل تشوفوه تصرف صحيح؟ هل يمكن انه الفلاح ان يتصرف بهذه الطريقة؟ ما عندوش حل اخر ممكن يعوضه، او كيما احنا يدير حل الارض نتاعو ويعرض حياة حيوانات للخطر؟ نتمنى ان شاء الله تجاوبوني على هذا السؤال. ما تنسوش فقط الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد قناتنا بوقته، والاعجاب على الفيديو فضلا وسامرا. ما تحرموناش من تعليقاتكم. نشكركم كثير على حسن الاصغاء والمتابعة. الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.